بتنصحك مثلًا ما تاكلهاش عشان الجبنة القريش فيها لاكتوز وده هيسبب انتفاخات ومغص وإسهال، إيه المشكلة بقى في النصيحة؟ طب تعالَ نعرف بقى يعني إيه لاكتوز أصلًا، هل أصلًا هو بيعمل مشكلة والّا إيه الحكاية؟ أول حاجة اللاكتوز عبارة عن إيه؟ اللاكتوز عبارة عن سكر ثنائي عبارة عن جلوكوز وجلاكتوز موجود في milk product أو منتجات الألبان زي الجبنة، اللبن وغيره. طيب هل اللاكتوز ده إحنا كبني آدمين بنقدر نهضمه والّا ما بنهضموش؟ بنقدر نهضمه، عندنا إنزيم اسمه إنزيم اللاكتيز موجود في جدار الأمعاء بيحلل اللاكتوز ده زي ما إحنا لسه قايلين في الأول لجلاكتوز وجلوكوز. طيب إيه موضوع بقى اللاكتوز intolerance أو مشاكل اللاكتوز المنتشرة والناس بتخاف من اللاكتوز ليه؟ في بعض البشر عندهم نقص في إنزيم اللاكتيز اللي بيقسم اللي بيكسر اللاكتوز زي ما إحنا لسه قايلين لجلاكتوز وجلوكوز. فإيه اللي بيحصل؟ اللاكتوز بينزل للأمعاء ما بيتكسرش ما بيتهضمش، بيعمل كذا حاجة. أول حاجة بيعمل osmotic pressure أو أو له خاصية إزموزية. الخاصية الإزموزية ببساطة إن هو بيسحب سوائل، فبيجمّع سوائل فبالتالي هيعمل إسهال، عشان في سوائل كتير نازلة في الأمعاء فهيعمل إسهال. طيب البكتيريا هتشتغل عليه وتعمل fermentation أو تخمُّر وتطلّع غازات زي غاز الهيدروجين وده اللي بيعمل انتفاخات، فده اللي بيعمل مشاكل. طيب أنت كبني آدم طبيعي مُعافى بتاكل لبن ومنتجات الألبان من وأنت صغير وما بيحصلكش لا أي انتفاخات ولا إسهال ولا أي أعراض من دي، هل من الطبيعي إنك تمنع الحاجات دي؟ بالطبع لأ، طالما أنت الحمد لله شخص كويس ما عندكش أي أعراض من دي بعد أكل المنتجات الألبان، جبن أو أيًا كان من دول، يبقى أنت تاكل براحتك اللي أنت عاوزه. ف فالcomment ده أنا أعتبر شرحته، فدي مش نصيحة، دي حالة شاذة، زي مثلًا الناس اللي عندها أنيميا الفول. فما ينفعش ياكل فول عشان لو كل فول هييجي له أنيميا وكرات الدم الحمرا بتاعته تتكسر. هل من المنطقي إن أنا أمشي أشوف أي حد بياكل فول أقول له اوعى تاكل فول، الفول مضر، الفول اللي هيعمل لك أنيميا؟ مش منطقي، شخص معافى سليم. النصيحة تبقى لمين بقى؟ لشخص مريض بيظهر إن هو مريض فتيجي تقول له ما تاكلش فول أنت الفول مضر بالنسبة لك، بالضبط زي اللي عنده لاكتوز intolerance وأصلًا أي شخص عنده المرض ده هو مش هيستنى منك إنك تيجي تقول له كُل والّا ما تاكلش، لأنه هو already كَل قبل كده وحصل له أمراض فراح المستشفى اتكشف عليه عرفوا إن هو عنده لاكتوز intolerance فالدكاترة حذرته ما تاكلش 1، 2، 3 هو مش هيبقى مستني من حد على السوشيال ميديا يقول له كُل إيه وما تاكلش إيه، الcomment ده بيدعو لنظام الطيبات. وقُلت إن أنا لسه هاعمل عليه فيديوهات وهاتكلم عليه، فمش من المنطقي إنك تدعو لحاجة أنت ما تعرفش حيثيتها. فقفلنا النقطة دي كده، ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتتابع الفيديوهات الجديدة. سلام.